تعالى أقولك 5 حاجات محتاجين نعلمها لولادنا تساعدهم يحموا جسمهم من أي خطر. أول حاجة محتاجين نعلم ولادنا إن جسمنا ده نعمة كبيرة من ربنا لينا، وإنه ملكنا لوحدنا وبس. تاني حاجة محتاجين نعلم ولادنا المناطق الخاصة اللي في جسمهم اللي ممنوع حد يشوفها أو يلمسها أو حتى يتكلم عليها، ونعلمهم كمان إن إحنا مش من حقنا نشوف أو نلمس المناطق الخاصة عند حد. تالت حاجة نعلم ولادنا الخصوصية، وإننا لازم نغير ملابسنا في مكان مقفول، وإن ماما أو بابا بس اللي ممكن يساعدونا. رابع حاجة بقى نعلم ولادنا الاستئذان، وابدأ أنا بنفسي إني أخبط على الباب قبل ما أدخل. وخامس حاجة نعلمهم إن من حقنا نقول لأ لأي حد حاول يلمسنا أو يسلم علينا وإحنا حاسين من جوانا بشعور غريب ناحيته. تعالي بقى أقولك على شوية ممنوعات كده. ممنوع نقعد على رجل أي حد، صاحبي، جاري، خاله، عمه، المستر. ما نوديش ولادنا الحضانة إلا لما يتعلموا يعبروا عن نفسهم ويخلعوا الحفاضات، إلا لو مضطرة جدا، وفي الحالة دي لازم اختار الحضانة بثقة وتمعن. ممنوع نجبر ولادنا إنهم يسلموا على حد أو يبوسوه أو يحضنوه وهم مش عايزين، ما فيهاش عيب ولا حاجة. ركزي بقى معايا في الحتة دي. ممنوع نهزر مع أولادنا أو نزغزغهم في المناطق الخاصة، لأنهم هيتعودوا إن عادي جدا حد يهزر معانا بالطريقة دي. ممنوع نسيب ولادنا يلعبوا مع أطفال أكبر منهم في السن في مكان مقفول. في الفيديو الجاي هكلمكم عن برنامج تدريبي متخصص للطفل يساعده يتدرب على حماية جسمه من أي خطر. ولو حسيتي إن الفيديو فادك اعملي له شير علشان كل الأمهات تستفيد.